اهلا وسهلا بكم معانا في قناة كودينج بايبل. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن انجولار ام سي بي سيرفر، عرفنا يعني ايه ام سي بي سيرفر، وعرفنا ازاي نحط الكونفجريشن او نعمل كونفجريشن للاي اي ايجنت بالانجولار ام سي بي سيرفر. بس النهارده عايزين نتكلم عن الريد اونلي مود واللوكال مود والاكسبيرمنتال تول، ودول هتلاقيهم في الدوكيومنتيشن هنا. تعال نبدأ الأول بالريد اونلي مود. طبعا انت شفت الفيديو اللي فات ان كودكس لما جينا جربناه مع الانجلر ام سي بي سيرفر، كان قال ان هو في الساند بوكس ريد اونلي، وكان بيطلب كل مره ابروف ان هو يعمل التعديلات دي ولا لا، او يعمل الحاجه او المطلوب منه ولا لا. فده لان انا كنت مشغل كودكس في الويندوز ساند بوكس عشان ما يعملش تعديلات خطيره تبوظ لي الملفات على الويندوز. فالريد اونلي اللي كان شغال بيه كودكس الفيديو اللي فات مش هو الريد اونلي ده خالص، يعني هما الاتنين ملهمش علاقه ببعض. تمام، بس يعني كمعلومة، لو انت عايز تشغل كودكس في الساند بوكس هتدوس على الكونفجريشن، تفتح ويندوز كونفجريشن وتختار ويندوز ساند بوكس. لكن الريد اونلي اللي موجود في الانجلر ام سي بي سيرفر بيعمل ايه؟ تعال نقرا دوكيومنتيشن عشان نفهم. في الدوكيومنتيشن هنا قايل لك ان الريد اونلي only registers او only register tools that don't make changes to the project. يعني الام سي بي سيرفر او الانجلر ام سي بي سيرفر عنده مجموعه من التولز اهو، كاتب لك هنا ايه تولز 6، عندنا 6 تولز. فالريد اونلي بيحط التولز هنا اللي ما تعملش تعديلات على المشروع. بمعنى ايه؟ عشان بس نبقى فاهمين بس نقطه مهمه جدا مع بعضينا. اي تول موجوده في الام سي بي سيرفر كل اللي هي بتعمله ان هي تشوف المشروع بتاعك، تفهمه كويس، ترجع خطه تعديلات، ترجع مثلا اكسبلانيشن او شرح للتعديلات، ترجع مثلا تعمل تحليل مع باتش لكود معين، مثلا مفترض تديك الكود اللي انت مفترض تعدله، كل الكلام ده. اما اللي بيطبق التعديلات فعليا هو مين؟ هو الاي اي ايجنت، سواء كودكس او الاي اي ايجنت بتاع كودر مثلا. بس عشان نبقى فاهمين نقطه مهمه جدا، لو جيت انت شغلت هنا ريد اونلي هتضيفها ازاي؟ هتعمل بس كده، هتيجي هنا تضيف الفلاج على الكوماند هنا ريد اونلي كده، وتيجي هنا عملت ريفرش هتلاقيها هنا ظهرت كلمة ريد اونلي، بس مفيش أي تغيير حصل. الأدوات قاعدة كلها زي ما هي، مفيش أي تغييرات حصلت خالص. ده لأن كلهم اللي بيعملوه فعليا لما بيجي يديك تعديل، ال AI agent بيديك اوبشن انك انت تعمل اكسبت او ريجكت، يعني تقبل التعديل او ترفضه. تمام، فهو لحد الان مفيش او يعني هتلاقيهم كلهم موجودين في الريد اونلي عادي جدا، ما عدا اداه اسمها مودرنايز. بس مودرنايز دي هي اكسبيرمنتال، فعشان كده مش متضافه. فانت عشان تضيفها وتجربها لازم تضيف هنا داش اي مودرنايز. اوكي، لو جينا نجربها اهي اتضافت. تمام، بس مفترض مع وجود ريد اونلي مودرنايز ما تظهرش. بس انا اعتقد ان هو عشان مودرنايز هي اكسبيرمنتال، فانت انك تضيفها بالطريقه دي مع ريد اونلي فهتبقى ظاهره وتستخدمها عادي جدا. ده علشان تجربها، هي لحد الان مش موجوده باي ديفولت، يعني مش موجوده في ضمن التولز اللي هي الام سي بي سيرفر بيقدمها. تمام، بس الفكره كلها دلوقتي في انك انت تجربها. اعتقد قدام لو ما بقتش اكسبيرمنتال خلاص واعتمدوها بقت 100%، يبقى اذا لو ضفت ريد اونلي هي مش تظهر. ده بالنسبه لريد اونلي. يبقى ريد اونلي كل اللي بتعمله ان هي بتسمح بالتولز او بتضيف التولز اللي مش بتعمل تعديل او يعني مش بتقترح تعديلات على على الكود عامه. يعني اذا كنت لو جيت هنا قريت يقول لك اونلي ريجستر تولز دونت ميك تشينجز تو ذا بروجكت، يعني ما بتعملش تعديلات على البروجكت بتاعك. يعني ريد اونلي بتضيف بس التولز اللي ما بتعملش تعديلات على البروجكت بتاعك. بس كلهم انت لو ضفت ريد اونلي كلهم هيبقوا موجودين، ان هم فعليا مش يعني هي بتقترح باتش، بتقترح كود، لكن مش بتجبر الاي اي على ان هو ايه ينفذه مباشره. ده بالنسبه للريد اونلي. طيب نيجي للوكال اونلي مود في الانجولار ام سي بي سيرفر. لو انت جيت في الدوكيومنتيشن هنا هتقرا ان اللوكال اونلي بيقول لك only register tools that don't require an internet connection. ده معناه ان في بعض التولز هنا مش محتاجه انترنت كونكشن، وفي بعضها محتاجه انترنت كونكشن. تمام، فانت هنا لو جيت عملت هنضيف مثلا هنا لوكال اونلي ونشوف ايه اللي هيحصل. لو جيت هنا انت عملت ريفريش هتلاقي فيه تولز اختفت، زي السيرش بتاع الدوكيومنتيشن اختفت، لان دي اكيد محتاجه انترنت كونكشن. فده معناه ان اللوكال اونلي
كل فكرتها ان هي بتخلي الام سي بي سيرفر يقرر انهي تول هيسجلها. لو التول مش محتاجه انترنت كونكشن فخلاص هيسيبها لك، لو محتاجه هيشيلها. والاكسبيرمنتال مود شفناها احنا، معناها ان هي بتعمل انيبل للتول اللي هي اكسبيرمنتال، ما زالت اكسبيرمنتال اللي هي ايه مودرنايز. طب انت عايز تشوف التولز دي فين؟ لو طلعنا فوق هنلاقيها اهي مودرنايز، هي ما زالت اكسبيرمنتال تولز. اوكي، ولو انت جيت شفت الجدول هتلاقي ان السيرش دوكيومنتيشن مش موجوده في اللوكال اونلي زي ما احنا شفنا، لكن كلهم موجودين. لو جيت شفنا الريد اونلي المفترض مودرنايز ما تبقاش موجوده او تتشال في ريد اونلي مود، بس هي ايه ما زالت اكسبيرمنتال، وقد يكون هم سايبينها دلوقتي مع الفلاج اللي هو اكسبيرمنتال تول عشان خاطر انت تجربه، انا اعتقد يعني. تمام، واحنا لسه هنشوف التولز دي مع بعضينا واحده واحده ونجربهم واحده واحده في فيديوهات منفصله. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، وشكرا جزيلا للاستماع.